أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامجكم موضوع للنقاش. قبل ما نبدأ الحلقة النهاردة عايزين نرحب بضيوفنا الحاج سالم. سالم عبد الله احمد. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك. الأستاذ محمد. محمد الديب عبد الله. يا أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك استاذ عمرو. أعزائي المشاهدين، حلقة النهاردة بعنوان قضايا داخل قاعات المحكمة. في المحكمة في قضايا بيتم مناقشتها. في المحكمة في ظالم بيعاقب وفي مظلوم بيحصل على حقه. في المحاكم المصرية والقضاء المصري مشهور على مر العصور بنزاهته المعروفة من قديم الأزل. قضية النهاردة قضية بيتم مداولتها دلوقتي حاليا في المحاكم. القضية ديت احنا اتكلمنا عليها بمختصر في الحلقة اللي فاتت، والنهاردة عايزين نتكلم في تفاصيل القضية، لأن القضية فعلا شيقة وتستاهل النقاش فيها. قضية النهاردة تخص مواطن اسمه أحمد سالم عبد الله. أحمد سالم عبد الله. المواطن أحمد تم اتهامه من أشخاص بالتحرش وعمل قضية، وبعد كده تم اكتشاف البراءة وتم الحكم عليه ب10 سنين. في قعدات وإجراءات تمت بعد كده اللي تثبت براءته، ودلوقتي طبعا في إجراءات لإعادة المحاكمة. عشان كده عايزين نتكلم في تفاصيل القضية علشان خاطر الناس تقدر تتعلم، تبص ان مش مسألة ان احنا نتهم حد بشكل سريع او بشكل متسرع وبعد كده ما نعرفش نحل. في ناس بتبقى في حالة زهق ممكن ياخدوا إجراء قانوني فيما بعد يتم الندم عليه. كمان عايزين نتعلم من الناس ان دائما ما يبقاش في حد يعرض نفسه للمشاكل، او ان هو يحاول بقدر الامكان يتلاشى الناس اللي هي ممكن تأذيه. لازم الانسان يتعلم يخلي باله من الناس اللي هو بيتعامل معاها، يكون حريص، وفي نفس الوقت او الهدف او الرساله بتاعتنا ان كل واحد يبقى عارف ازاي يطالب بحقه وازاي يدور بحقه بشكل قانوني. مصر دلوقتي بقت دوله من ضمن الدول اللي هي عظمى، من ضمن الدول اللي ليها سياده وليها قانون، والقانون سائد في قلبيها، وده بتعمل مشاكل مع الناس احيانا، ان هو بيبدا ان هو يفكر في ان هو في تقاعس، في اخطاء بتحصل. عشان كده احنا عايزين نوضح للناس كثقافه ان الناس تبقى عارفه حقوقها، عارفه القوانين، عارفه اللوائح، بحيث ان بعد كده يبقى هو عارف القانون المصري ماشي ازاي او الاجراءات القانونيه ماشيه ازاي، عشان خاطر يبقى هو ملم بالموضوع او ملم بالاشياء اللي ممكن تقابله او المواقف اللي ممكن تقابله. هنبدا الاول بالاستاذ محمد. استاذ محمد، احمد يقرب لحضرتك ايه؟ ابن عمي. ابن عم. تمام. شغال ايه؟ احمد ولا احمد؟ احمد شغال سواق على ميكروباص في التجمع الخامس. في التجمع الخامس الحلوان. تمام. الواقع اللي حصل زي ما قلت لك حضرتك، بعد ما خلص شغله تمام وروح على البيت فجت له مكالمه. فاحمد لازم الخلافات اللي قبل ده، الخلافات اللي وصلتنا ده، احنا جايين النهارده عشان نتكلم على بعض الخلافات او نخط سير الخلافات تمام. اللي ممكن توصل لكده. تمام. ما هو الخلافات اللي حصلت من بدايه المشوار انه هو طلع من الموقف روح على البيت. تمام. بعد ما خلص شغله ما فيش اي مشاكل مع اي حد. كان في معاه الراجل اللي هو ماسك. تمام. مش عايز اذكر اسمه، اللي هو ماسك الموقف. حد شغال معاه في الموقف على خلافات معاه. تمام. تمام. روح احمد البيت فقال له احضر. كان الموضوع ده كان مرتبين له القضيه من قبل احمد ما يروح ولا يعرف اي حاجه. تمام. هم مرتبين له القضيه اصلا، يعني في نيه مبيته، في نيه إن هو خلاص بعد بالزبط. الخلافات. طب الفرق ما بين الخلافات ديت والقضيه ده ما فيش وقت. ده هي ايام، يعني روح البيت وجا له اتصال تعالى يا احمد عايزينك ضروري. اللي هو الشخص اللي هو زقه. تمام. احمد روح قال له انا ما لسه مخلص شغل. قال له لا تعالى عايزينك ضروري. فرجع احمد تاني بالليل، رجع لقى ميكروباص الشرطه محضر تم عمله، كان معمول ثابت عليه. كان معمول ثابت عليه ومرتبين كل حاجه. احمد ما عرفش حاجه في حاجه خالص. فخد بعضه احمد ركبوه الشرطه وراح على الاسم، ومن الاسم خدوه على فين؟ على النيابه. طب ايه اللي عرف؟ جابوا اعتراض البنت وجابوا البنت ايه اللي حصل وايه مش حصل. كان البنت موصينا انه احمد، وروا له صوره احمد ان انت تقول هو الشخص اللي اعتدى طبعا عليه. او الترتيب بتاعتها بالظبط. هو حاليا خد 10 سنين، اتحكم عليه ب10 سنين سجن. طيب
عم سالم. اتفضل. هو ابن حضرتك. تمام. مظبوط فندم. بيته عامل ايه دلوقتي؟ بيته اخر اهانه واخر بهدله واخر يعني شيء لا يرضي عياله، اي شيء من عياله تعبانين. استاذن حضرتك بس ريح ظهرك عشان خاطر. اتفضل سعادتك. الظروف في البيت زي الزفت، سيئه والله، سيئه خالص. حضرتك شغال ايه؟ انا شغال عامل في ايه؟ في المعمارة. عامل في المعمار يوميا يعني؟ يوميا العادية اللي ممكن فيه ويوم و10 لا. تمام. طبعا اترفعت دعوة وقضية وخد 10 سنين سجن. هو حاليا محبوس بقاله سنتين. مظبوط. تم بعد كده، بعد جميع الإجراءات ما انتهت، طبعا بقى في مستندات بتدل على البراءة، وفي اعتراف من الناس اللي هي اشتكت بحضور الأقوال، وعشان خاطر ناخد إجراء. ولكن كان الإجراءات القانونية اللي هي موجودة كانت انتهت، يعني خلاص مرحلة سنتين حبس. يعني سنتين ده معناه ان كل الدرجات اللي موجودة في القضية تم الانتهاء عنها. تمام. طبعا احنا الست التفاصيل، طبعا المواطنين المشاهدين اللي معانا والمواطنين بدأوا ان هم يستوعبوا ايه اللي حصل، او بقى في تخيل للموقف اللي حصل. مشاكل، واحدة راحت اشتكت، خد 10 سنين سجن. دي ملخص الموضوع. ولكن عايز تقول ايه للناس اللي بتعمل كده، او الناس اللي هي ممكن تعمل قضايا بدون وجه حق للناس؟ طب ليه ظلم؟ احنا عايزين كله بالقانون. بص للكاميرا حضرتك. انا ماشي دلوقتي عايز كل حاجه بالقانون. تمام. انا ماشي قانونا دلوقتي. تمام. فيعني واخد خطوه يعني بتطالب بالقانون، لكن رسالتك ايه ليهم؟ رسالتي انه احمد مظلوم، انه احمد واخد 10 سنين ظلم بين 4 عياله متشردين، امراته. يعني هو يقصد انا اقصد انه احمد، انه يعني ورق احمد لازم يتفتح اجراءاتهم. يعني واخد 10 سنين ظلم ليه؟ طبعا ادام في مستندات، في مستندات وفي تنازل في كل حاجه. طبعا برنامج موضوع للنقاش في الساده مستشارين قانونيين هم مختصين باتخاذ الاجراءات القانونيه المطلوبه في مثل هذه القواضي. تمام. لكن انا عايز اوصل رساله للمواطنين او الاشخاص اللي هم بيقدروا ان هم يتسرعوا باخذ قرارات لمجرد خلافات. لازم يبقوا هم فاهمين كويس قوي ان هم بيتسببوا في خراب بيوت، بيتسببوا في دمار عياله، زوجه واطفال. يعني في اطفال دلوقتي موجوده مستواهم اتغير، او الحياه بتاعتهم وعيشتهم اتغيرت على ابوهم، زوجه حياتها اتغيرت. طبعا انا مش عارف هل هم يرضوا على ده بدوت على نفسهم، او يرضوا بان حاجه زي كده تبقى موجوده. رسالتي ليهم، الموضوع مش موضوع حل مشكله او خلاف او انتقام من خلاف معين. لازم نفكر كويس قوي لمدى اللي احنا ممكن نوصل له، او اللي هيحصل بيه فيما بعد. انا في مشاكل مع حد عايز اذيه، ادخله في مشاكل ممكن اندم انا عليها. يعني هو الناس دي اكيد في الوقت الحالي ما اعتقدش ان هيبقى في رحمه لو ما فيش ندم بالنسبه لهم، او ما فيش حاجه. ده تبقى مشكله كبيره لو في اشخاص بالشكل ده موجوده. يعني طبعا انا ليا رساله لكل المواطنين اللي هم زي احمد. لازم نخلي بالنا، نصبر، ما يبقاش في خلافات. اللي في مشاكل نبعد عنها. انا عندي مشكله مع حد، بقدر الامكان احاول ان انا امسك اعصابي، لان الصبر عند المصائب ده هو ما عملش حاجه. يعني ده هو اللي بلغوه تعالى. يعني هم مرتبين له الخلافات. مرتبين الخلافات اللي حصلت لا تستحق. كانت على كارت مش مستاهله. سواق. فقال لهم انا لسه بادئ شغل. يعني لما ابدا شغل لسه ابدا الشغل، هديك اللي عايزه. قال له ما تخشش هنا وما تخشش. زق عليه، راح موصي عليه واحده. هو قال لك يتقدم له اسبوع في الاسم ويطلع، بس طبقوا عليه هم. يعني هو كان الهدف اسبوع، الهدف ان هم يربوه او اسبوع يطلع. تمام. فزي اللي قبله هي البنت دي كنت بقوله انه متبليه على كذا شخص قبل احمد. بصوره ابعد ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. ممكن اكون انا انتقامي او خصومتي في دماغي ان الموضوع ممكن يتلم او يبقى بسيط، واغلب الحالات اللي بالشكل ده بتبقى ماشيه كده. انا هشتكي وبعد كده اروح اتنازل. بالظبط. هي راحت تتنازل والقاضي ما قبلش التنازل بتاعها وخد 10 سنين واتحكم احمد ب 10 سنين سجن. طبعا ده ظلم. في اجراءات هيتم اتخاذها في القضيه ديت، في درجه التماس واعاده نظر طبعا بالشهاده اللي موجوده. تمام. في خطوات هيتم اتخاذها في القضيه ديت ان شاء الله. الساده المستشارين برنامج موضوع للنقاش هيبداوا ان هم ياخدوا اجراء في القضيه دي.
اعزائي المشاهدين، عايزين الناس اللي هي تبقى كبيره او بتلم تخلي بالها من الحالات اللي زي كده، والناس اللي هي بيتسرعوا في قراراتهم يخلي بالهم من، او يبقى ليهم نظره بعيده شويه عن ايه اللي ممكن يحصل. طبعا انتوا القعدات العرفيه اللي حصلت، في قعدات حصلت ولا مساله الصلح دي جت ازاي؟ احنا استنفذنا جميع الجلسات العرفيه اللي هي ما فيهاش حد يقدر يتكلم بخلاف غلط او يحصل فيها اي كذب او اي التباس، تلاعب معاها، تلاعب كتير معاها في الكلام. ممكن في المحكمه المحامي او اي شيء ثاني او المدعي يتكلم كلام هيئه القضاء مش هتاثر عليه اكثر. عايزين تقولوا ايه للمشاهدين؟ احنا عايزين نولع شمعة مضيئه لسياده القانون. ربما يكون فيها حاجات بتسقط منهم، ما فيش سقطان، ولكن احنا بنتكلم ان هو يعني خلوا بالهم من العالم اللي يعني يعمل قضايا بيلف القضايا. طب هل احنا هنمشوا؟ ما لازم ناخد الطرفين، ولا نمشوا الطرفين يا استاذ عامر. ما هو خدوش الطرفين، طرف واحد يطبق على احمد واحد بس. تمام. يعني الطرف كله يطبق على احمد، واحمد 10 سنين من ظلم اللي هي العرفيه، وكلها اثبتت انه اللي عامل القضيه معترف، صاحبه القضيه معترفه، كلهم معترفين، والورق معاه الاثبات والتنازل كل حاجه. طبعا في مستندات، طبعا في البرنامج حصل عليها بتدل على البراءه، وشهاده موثقه من المجني عليهم في القضيه، شهر العقود الاقوال والملابسات اللي حصلت في القضيه، اللي بناء عنها هيتم اتخاذ اجراءات قانونيه ان شاء الله في اسرع وقت. اعزائي المشاهدين، نطلع فاصل ونرجع تاني.